في واحد الناس كانت بتشوفه متدين وهادي، ومحدش كان يتوقع إن الهدوء ده وراه سر كبير. اسمه قذافي فراج، واللي اسمه اتربط بعد كده باسم سفاح الجيزة. قذافي كان بيظهر بصورة الراجل المحترم، بيصلي ويتكلم قليل، ومحدش كان شايف عليه حاجة غريبة، لكن حقيقته كانت مختلفة تماما. قذافي كان داخل في شغل نصب وتزوير، وكان أي حد يقرب يكشفه أو يطالبه بحقه كان بيخرج من حياته للأبد. أول ضحية ليه كان صديق عمره رضا، قتله بعد ما صديقه رضا طلب منه الأموال اللي يديها له يستثمرها وهو في السعودية، ودفنه تحت أرضية شقته في حفرة عمقها مترين. وجريمته التانية كانت زوجته فاطمة، ودي قتلها بعد ما طالبها بال400 ألف جنيه اللي استولت عليهم من مشاريعه، ودفنها جنب صاحبه تحت أرضية شقته. الجريمة عند قذافي كانت محسوبة، استدراج وقتل، والدفن تحت أرضية البيت علشان يفضل مطمن إن السر تحت عينه. سنين والناس حواليه شايفاه إنسان عادي جدا، ومفيش حد فكر لحظة إن الهدوء ده ممكن يخبي جريمة، لحد ما واحد من اللي حواليه اختفى فجأة وأهله بلغوا، والخيط وصل لقذافي. الشرطة دخلت شقته وحفرت تحت الأرضية واكتشفت الحقيقة. قذافي اعترف بقتل 4 أشخاص واتحكم عليه بالإعدام.